السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم، فيديو جديد، نهار جديد. واخا كنغبر عليكم ولكن كنرجع معكم فيديو جديد. بزاف منكم كيقولوا لي شارك معنا هاد البويه الاسباني بكميه قليله، يعني عبار قليل. واليوم شاركت معكم هاد العبار هذا اللي يمكن لكم تخدموا به من الدار. غير خمسة ديال البيضات وعادي تخدموا ان شاء الله يا ربي. وبزاف بزاف بزاف منكم اللي الحمد لله كيصردوا لي تعاليق وكيدخلوا عندي الانستغرام كيقولوا لي بانهم بداو مشروع، يعني انا شجعتهم وعملوا داكشي اللي كنوريهم وخدموا بيهم الحمد لله. صراحه كيفرحني هادشي هذا. المهم اخوتي ما تنساوناش من اللايك ومن البارطاج ومن كومونتيرات ديالكم اللي مزيونه. واللي بقى ما اشتركتش معنا في القناه كنقول لك اختي ضغط على داك الزر الاحمر ابوني وفعل الجرس باش يوصلك دائما جديد. اليوم شاركت معكم هاد العبار هذا اللي عملنا نص كيلو ديال الزيت ونص كيلو ديال الماء ونص كيلو ديال السكر وخمسة ديال البيضات، 5 ديال المعالق ديال العسل. وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. هنا غادي نعمل لاروم ديال البرتقال. بالنسبه للاروم غتعملوا لاروم اللي متوفره عندكم. حتى الا ما كانتش متوفره عندكم لاروم ديال البرتقال يمكن لكم تعملوا شاصيه ديال الفاني او لا فاني، يعني الروح ديال الفاني. صافي غادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضياته. المهم انا شاركت معكم هاد المقادير هادو بالعبار، يعني غتتبعوا العبار اللي عدلت باش ان شاء الله يا ربي غتنجح معكم هاد البويو الاسباني وراح تخدموا به من داركم. حتى بالنسبه للناس اللي بغاو يعملوهم من وليداتهم غتعملوا من وليداتك، حتى الا بغيتي تخدم بهم من دارك او لا الا كان عندك محل راح تخدم بهم الخير والبركه. هاد البويو الاسباني. المهم غادي نكملوا المقادير ومن بعد غادي نحسب معكم المقادير بشحال تقاموا علينا وبشحال غادي نبيعوهم وبشحال غيخليونا ديال الربح. خليكم مع هذا الفيديو ما تمشيو فيه باش غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله يا ربي بالتفصيل. بالنسبه للطحين كتقولوا لي شمن الطحين كتستعمل؟ الطحين الرطاب الممتاز ديال الحلويات، يعني الطحين اللي رطب، ماشي داك الطحين حرج ديال الخبز وماشي داك الطحين اللي رخيص. هاد الطحين الرطب الممتاز ديال الحلويات. بالنسبه للطحين ما بين الطحين والخميره يعني كيلو و90 غرام حتى كيلو و100 غرام. بالنسبه للخميره، خميره عملت 40 غرام ديال الخميره. غتعملوا 40 غرام ديال الخميره، 2 معالق كبارين. بالنسبه للناس اللي ما عندهم شي ميزان غتعملوا 2 معالق كبارين اولا 2 شاصيات ديال 20 غرام. كاينه شاصيه ديال 20 غرام غتعمل منه 2. غتخلطوهم كاملين. انا هنا تقريبا درت لي كيلو ديال الطحين وشي حاجه. المهم ما بين الخميره والطحين درت لي كيلو و90 غرام حتى كيلو و100 غرام ديال الطحين والخميره. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطتها كتجي على هاد الشكل هذا. كنجيبوا هاد البوش هذا، كنعملوا هاد الدويه هذه اللي كتجي مجموعه وكيجيو فيها ديك السنينات. صافي غنعملها في هاد الغرف هذا وغادي نبدا نعمر البوش بهاد الطريقه هذه. كنهز غير بمعلقه وكنعمر البوش. بالنسبه للخدمه ديال هاد البويو الاسباني اللي باقا اول مره غادي تعملوا شويه غادي يجيها الخدمه ديالو صعيبه من ملي غادي تجي تعملوا في اللاطه، يعني ملي غادي تحيدوا من البوش وتعملوا في اللاطه غاديك شويه صعيبه، ولكن مع المداومه غادي تولف معاه ما غادي يبقاش يجيك صعيب. يقدر يبقى يحرق لك هادي. المهم غادي تجيك شويش الخدمه ديالو صعيبه وغاديك شويش الخدمه ديالو باسله. من بعد ما غادي تبقى تخدم يعني تمشي في الخدمه، يعني تخدم النهار الاولاني والثاني والثالث صافي عطلق يدك معاه غادي يبقى يجيك ساهل ما فيه حتى شي حاجه. كتعملوا بهاد الطريقه هذه كتعملوا يعني كتعملوا غير شويه، ماشي زعما كتكبوا بزاف حيت هي كتسيح. راه ملي كتبقى في اللاطه كتسيح حيت كتجي بحال الخليط ديال الكيكه، كتجي قاصحه على الكيكه شي حاجه. صافي كتعملوا بهاد الطريقه هذه. انا هنا ما جربتش فيديو بزاف باش تشوفوا كيفاش كنعمل الطريقه ديال الخدمه. كتهبط البوش وكتخدم بجوج يدين، كتهبط البوش وكتطلع، كتهبط البوش وكتطلع. شتو كتبقى تهز البوش باش ما كتخسرش الفورمه ديال هاد البويو الاسباني. يعني الطريقه ديالو بسيطه وسهله.
كنتمنى انكم تجربوه وتبارك الله كيخرج الكميه. يعني هاد العباره هذا خرج لي 70 حبه. بالنسبه ل 70 حبه الا جينا نشوفوا يعني المقادير ديالو بشحال تقامت لنا، حنا غنعملوا 5 ديال البيضات 7 دراهم و50، كيلو ديال الطحين ب5 دراهم، يعني عملنا كيلو ديال الطحين. جوج شاصيات حنا غنقولوا في مثال 2 دراهم، شاصيات ديال الخميره 2 دراهم. عتعمل نص لتر ديال الزيت تقريبا واحد 10 دراهم، نص كيلو نص لتر ديال الزيت. نص كيلو ديال السكر غنعملوا واحد 3 دراهم ديال السكر. شني اخر؟ صافي كنظن صافي هادو هما المقادير اللي خدتنا هاد البويو الاسباني. يعني الا جمعنا هاد المقادير هادو كاملين خرجت لي 30 درهم، 27 درهم و50 فرنك. قلت 30 درهم ديال المقادير اللي خرجت لي في هاد البويو الاسباني. غنزيدو يعني التزيين ديالو، الكوك، الناباج، كريم باتيسري باش غادي نلصقوه، غنعملو واحد 50 درهم. حنا غنعملو 50 درهم ديال راس المال. الا بعناه بدرهم ونص يعني يعني درهم ونص راه 100 درهم و5 دراهم كتخرج. 100 درهم و5 دراهم نحيدو منا 50 درهم ديال راس المال، راه تبقى لي واحد 50 درهم اولا 55 درهم ديالي الربح الصافي. بالنسبه للناس اللي غيبيعوه ب2 دراهم كيبقى الاختيار ديالكم. انا كنبيعو بدرهم ونص، كنعملو صغير وكنبيعو بدرهم ونص، وعندي حومه شعبيه وراه 50 درهم الخير والبركه. خصكم غير تعرفوا. بالنسبه لهاد الكريم باتيسري يمكن لكم ما تعملوش كريم باتيسري، تعملوا كونفيتير ولا تعملوا الناباج ولا المهم تلصقوا باي حاجه، ماشي ضروري انكم تلصقوا بكريم باتيسري. كاينه شي حاجه اللي هي رخيصه على كريم باتيسري تلصق بها هاد البويو الاسباني. انا كنلصقوا بهاد كريم باتيسري صافي، يعني متوفره عندي كريم باتيسري، ما غنبقاش عاد نقلب على كونفيتير فينيه وهادي صافي. نلصق بهاد كريم باتيسري وكريم باتيسري يعني كتشبرو، ماشي بحال كونفيتير شويه كيشرب ديك الكونفيتير ويقدر يتفتح يقدر هادي. بالحق هاد كريم باتيسري صافي كتبقى هيداك مجدوده مع بعضياتهم. صافي كنعمل كريم سمحوا لي، كنعمل كريم باتيسري بهذه الطريقه هذه، وكنشد وحده على وحده صافي، وكننزلهم حتى كنعمرهم كاملين. عند كندوز ندهنهم بالناباج وكنغطسهم في الكوك. بالنسبه اللي يقولوا لي الكوك غالي و 50 درهم ما كافياش يدير راس المال، وممكن كيجيو بزاف ديال التعاليق بحال هيدا، فين هو الربح ديالك وفين هو راس المال ديالك، من كتبيعوا بدرهم ونص ما كيخلي لك شيء. راه الحمد لله كيخلي الخير والبركه. دابا انا ملي كنجي نعدل هذا البويو الاسباني اولا اي وصفه عدلتها، ماشي كنمشي عند مول الحانوت وكنقول له اعطيني كيلو ديال الطحين واعطيني 2 خمارات واعطيني نص كيلو ديال كوكو واعطيني هادي واعطيني هادي واعطيني هادي. انا كنمشي كنتسخر من عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات اللي كتشري من عندهم بالثمن ديال الجمله. في مثال غنشري شكاره ديال الطحين، غنشري شكاره ديال الخميره ديال 5 كيلو، غنشري في مثال البيضات كنشريهم بالجمله، السيد كيجيبهم لي. سطال ديال الناباج عندي سطال كبير ديال 5 كيلو ب40 درهم. يعني بزاف ديال الحاجات اللي باش كتوفر. اما الا مشيتي عند مول الحانوت غتقول له اعطيني نص كيلو من هنا وكيلو من هنا و4 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا وهادي راه شويش ما يخلي لكش الربح، هذيك متفقه معك. اما الا كنتي في مثال عندك محل وكتشري السخره زايده تبارك الله يخلي لك الخير والبركه. انا كيلو ديال الكوك كيتقام عليه ب25 درهم، يعني كيلو ديال الكوك ب25 درهم. انا هذا الكوك هذا شحال دات لي هذه الحلوه ديال الكوك؟ ما دات لي شي حتى 3 دراهم ديال الكوك ما داتاليش. يعني ما كتديش الكوك بزاف، واخا كتشوفوا في مثال كتغطس في الكوك هيداك، ولكن ما كتديش الكوك بزاف. مهم هذا كتوضيح بالنسبه للناس اللي كيصردوا لي كومونتيرات فين هو الربح ديالك وفين هو هادي. الحمد لله قنعه باللي عطاني الله، والحمد لله الخير والبركه. يعني 50 درهم شكون كنعطيها لي وانا خدامه مع الناس او لا، كنجمعوا 50 درهم من هنا و30 درهم من هنا و40 درهم من هنا و20 درهم من هنا، وكاين حاجه غتخلي لك 10 دراهم وكاين حاجه غتخلي لك 5 دراهم، والحمد لله يمكن تزوق بترينه ديالك وما كتخليش الفيترينه ديالك خاويه. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملين كندهنا بالناباج بهذه الطريقه هذه. شتو ديك السطال ديال الناباج، هذاك السطال ديال الناباج 5 كيلو هذاك راه كيعمل 40 درهم. فرق ما بين هذاك السطيل ستيتو كيعمل وقيله شي 20 درهم اولا 16 دراهم عند مول الحانوت،
الفرق ما بين هذا ديال تبارك الله 5 كيلو راه ما تخدم، هانتينا تما 5 كيلو يعني كيف ما قلت لكم راه 40 درهم راه ما تخدم. المهم اخوتي ما تنسونيش من اللايك، الله يجازيكم بخير، عملوا لنا اللايك باش القناه تتحرك شويه، وبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم، ومرحبا بكم في الانستغرام ديالي، ومرحبا بكم في الفيسبوك، مرحبا بالجميع. شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. وهاد الكاليط اولا هاد البويو الاسباني راه كيتمشى بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، او لا ردوا عليا في انستغرام في فيسبوك، المهم ردوا عليا فاش ما كان، راه كيتمشى الحمد لله، عليه اقبال وجربوه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي هذا كيتباع في الحانوت غير بدرهم، راه كاين هذاك اللي كيتباع في الحانوت غير درهم ما كيجيش بحال هذاك قاصح، هذا كيجي رطب وكيجي واعر. المهم كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا، وعنستفوه هنا في هذا البلاطو هذا صافي، عنستفوه في هذا البلاطو، عنزلوه في فيترينا. ضروري الحاجه خصها تكون عاطيه للعين باش كتمشى، ماشي انك تبقى تنزل من هنا ومن هنا. المهم عنقول لكم تهلاو في راسكم، تنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. بسلامه عليكم.